فشلهم من الاستيلاء على جمعية العلماء، أوعزت إليهم السلطات الاستعمارية بتأسيس جمعية مضادة، وتحقق ذلك بتاريخ 10 سبتمبر من العام 1932، حيث قام شيوخ الطرق ورؤساء الزوايا والموظفين الرسميين بتأسيس جمعية أطلق عليها اسم جمعية علماء السنة الجزائريين تحت رئاسة المولود بن صديق الحافظي. هناك انقسام تسببت فيه أطراف فرنسية حاولت أن تفرق ما هو مجتمعا، فأوعزت إلى بعض العلماء من هؤلاء أن يكونوا جمعية موازية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وقال الشيخ الطيب العقبي في البصائر العدد 46 واصفا الحال: فما رعنا في سنة الجمعية الثانية إلا وجاهل يحاول الاستيلاء على الجمعية، وعلويون من ورائه يريدون حشر أنفسهم. وقد كشف لنا الغيب في أقرب مدة عن كل مكيدة ومؤامرة دبروها لاستيلائهم على الجمعية وإخراج المصلحين من هيئة إدارتها، ومبالغة في تغليط البسطاء وتحريف الكلم عن مواضعه سموها بجمعية علماء السنة ليوهموا الناس أن جمعية غيرهم جمعية الضلال والبدع ونشر الوهابية والميزابية، على آخر ما جاءوا به من الإفك المبين والبهتان العظيم. قال الشيخ أحمد حماني في كتابه صراع بين السنة والبدعة في الجزء الأول من الصفحة 320: هكذا أحبطت المكيدة المدبرة من الإدارة الفرنسية بواسطة أعوانها المنفذين لأوامرها، ولم تنتهي هذه الدورة إلا بانقسام فاصل، وتأسست جمعية جديدة دعيت جمعية علماء السنة. اشتد الصراع بين الجمعيتين وظهر للعلن، وانتهزت السلطات الاستعمارية عندها الفرصة لتقف مع الطرقيين الممثلين لجمعية علماء السنة، فأعانتهم المال وفتحت لهم كل المجالات. دخلتا الجمعيتين في صراع مرير، وهو ما أدى بالإدارة الاستعمارية إلى التدخل، ليس لتدخل لفض هذا الخصام ما بين الجمعيتين، ولكن لمساندة جمعية علماء السنة. جمعية علماء السنة تقول التقارير الفرنسية أنها كانت مدعومة ماليا من طرف الإدارة الاستعمارية، والتقارير موجودة. الشهادة التي يقولها الشيخ عبد الرحمن بالعقول رحمه الله، وهو ليس من العلماء، من أعضاء جمعية العلماء، نقلا عن الشيخ حسن الوارزقي، وكتب هذه الشهادة في مذكراته. الشيخ حسن الوارزقي رحمه الله قال له فرنسا استخدمتنا فرنسا. رخصت لهم السلطات الفرنسية إصدار صحف وجرائد تمثل اتجاههم وتنطق باسمهم وتبلغ خطابهم، فإضافة إلى جريدة النجاح التي أنشأها عبد الحفيظ بن الهاشمي سنة 1919، أسست هذه الجمعية كلا من جريدة الإخلاص بتاريخ 14 ديسمبر من العام 1932، أصدرها تجمع الزوايا تحت إشراف الرئيس المولود بن الصديق الحافظي، ثم بعدها بتاريخ 18 ديسمبر من العام 1932 تصدر جريدة المعيار تحت إدارة مصطفى هراس. واتخذت هذه المنابر الإعلامية وسائل وقنوات لمهاجمة علماء الجمعية عامة والإمام ابن باديس خاصة، حيث وصفوا فيها الإمام وإخوانه العلماء بأنهم عبداويون نسبة إلى محمد عبده، ووهابيون نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب. ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل تجاوزه إلى استعمال أقضع السباب والشتم والقذف. كان ممن يمثل التيار الأول الإصلاحي في جمعية العلماء الأولى وهابيون. هذا كلام يقوله الجهال. ليش ما يقولوا لهاش أنت أخضارية نسبة إلى سيدي عبد الرحمن الأخضاري اللي هو
كتب عن التصوف المنحرف ما كتب. أكل من يدعو إلى التوحيد الخالص هو وهابي؟ ها الشيخ بن الفقود عنده كتاب منشور الهداية في من ادعى العلم والولاية، يدعو إلى ما دعا إليه محمد بن عبد الوهاب. عندها اشتد الصراع بين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرقيين الممثلين لجمعية علماء السنة. وأوضح الإمام ابن باديس هذا الأمر فقال في الشهاب: يهمنا أن نبين موقفنا مع البقية من شيوخنا ونسمعهم صريح كلمتنا. حاربنا الطرقية لما عرفنا فيها علم الله من بلاء على الأمة من الداخل ومن الخارج، فعملنا على كشفها وهدمها مهما تحملنا في ذلك من صعاب، وقد بلغنا غايتنا والحمد لله. وقال الإمام البشير الإبراهيمي موضحا: إن البلاء المنصب على هذا الشعب المسكين آت من جهتين متعاونتين عليه، أو بعبارة أوضح من استعمارين مشتركين يمتصان دمه ويفسدان عليه دينه ودنياه. استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسي، واستعمار روحاني يمثله مشايخ الطرق المؤثرون في الشعب والمتاجرون باسم الدين والمتعاونون مع الاستعمار عن رضا وطواعية. وقد طال أمد هذا الاستعمار الأخير وثقلت وطأته على الشعب حتى أصبح يتألم ولا يبوح بالشكوى خوفا من الله بزعمه. والاستعماران متعاضدان يؤيد أحدهما الآخر بكل قوته، وغرضهما معا تجهيل الأمة لئلا تفيق بالعلم، وتفقيرها لئلا تستعين بالمال على الثورة. وإذن فلقد كان من سداد الرأي أن تبدأ الجمعية بمحاربة هذا الاستعمار الثاني لأنه أهون، وهكذا فعلت. قال الإمام ابن باديس في جريدة الصراط السوي العدد الثالث بتاريخ الاثنين 25 سبتمبر 1933: ثم يرمي الجمعية بأنها تنشر المذهب الوهابي. أفتعد الدعوة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وطرح البدع والضلالات واجتناب المرديات والمهلكات نشرا للوهابية؟ إذن فالعالم المتمدن كله وهابي، قائمة الإسلام كلهم وهابيون. وجاء في العدد الخامس بتاريخ الاثنين 16 أكتوبر من العام 1933: الوهابيون حنابلة سنيون بأتم معنى الكلمة، وحسبك أنه ليس لهم كتب مذهبية للمذهب الوهابي مثلا، بل كتبهم هي كتب الحنابلة نفسها. وهم حينما نظموا القضاء الإسلامي في الحجاز لم يجعلوا في محاكمه الشرعية قضاة وهابيين، ولكنهم نصبوا فيها قضاة حنابلة وشوافع وحنفية ومالكية.